وأن الإنسان إلا ما سعى، بس أنت مش فاهم السعي إلا ما سعى جواه. تفسيري أنا من خلال رحلتي أو من خلال تجربتي أنا الشخصية اللي مقصود بيها السعي الداخلي، مفيش حاجة بره خالص خالص. إحنا بندور على الوهم بره، الموضوع كله جواك، والله الموضوع كله بجد جواك، مفيش أي سعي بره خالص. أنت بتسعى جوه، بتسعى جوه أفكارك، بتسعى جوه معتقداتك، بتسعى جوه مشاعرك، بتسعى جوه كل حاجة تخصك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم اللي جواهم. طب ايه اللي جواهم؟ افكارك ومعتقداتك وتربيتك وتاريخك، كل اللي انت مريت بيه، كل اللي انت بتحسه، كل اللي انت بتفكر فيه، هو ده السعي. ان انت ازاي تدخل جواه وتقرر بقى تنظف اللي مش كويس وتشيل اللي مش الشيء اللي بايظ، وقصه كبيره قوي 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 علشان تفهم جواك وتكون حقيقي. انت طول الوقت بتسعى، تمام؟ بس السعي اللي انت بتسعى له ده وفره لنفسك، لان السعي اللي بره ممكن تلاقيه جواك. يعني انت ممكن تكون عايز توصل لحاجه. يعني انا حد بكتب الحمد لله كويس جدا جدا من زمان، يعني معروف عني ان انا يعني شاعر وكاتب جامد جدا، وحاولت اوصل كتير، وكان الموضوع بالنسبه لي يعني اللي هو لا انا لازم اوصل لان انا موهوب واحسن من ناس كتير. والكلام ده مع الوقت، مع الخبره، مع التجارب، مع الرفض، مع القبول، اكتشفت اللي هو اصلا يعني انا ليه عايز اكتب للناس مثلا؟ ليه انت عايز تستمد قيمتك مثلا من بره؟ ليه بتسعى لشيء علشان خاطر ترضي حاجه هي اصلا لو انت حسيتها من جواك مش هتحتاج ان انت تحققها بره؟ يعني اذا انت اديت القيمه لنفسك مفيش حاجه بره هتاثر فيك. فبالتالي الحرت بقى اللي انت كنت بتحرته علشان توصل مش مهم، مش ضروري اصلا. لو انا زمان كنت اتمنى وبسعى وبدور وبجري عشان اي حد ياخد مني الكلام بتاعي او السكريبت بتاعي، لكن دلوقتي انا ممكن احط شروط لاني فهمت المعادله، فهمت ان الدنيا ما بتديش محتاج